بالراحة كده وعلى الرايق. المجال الكهربي مش بيتشاف فعلا، ما بنشوفوش. طب انا عايز اعرفه، عايز اشوف تأثيره. العلماء عملوا حاجة بقى عشان يمثلوا بيها المجال الكهربي. عملوا حاجة اسمها خطوط، وسموها خطوط القوة الكهربائية. جسم مشحون، الجسم مشحون اكيد مشحون بشحنة. الشحنة ديت عاملة مجال. طب المجال ده ما بتشوفوش، انا عايز بقى اوضحه، هوضحه بخطوط. الخطوط دي بيسموها خطوط القوى الكهربائية أو خطوط المجال الكهربي. والخطوط دي وهمية ليس لها وجود. على بص هتعرفها. خطوط القوى الكهربية هي خطوط وهمية توضح، بتعرفني المسار التي تتخذ شحنة. خلاص، هي هتعمل ايه؟ خلاص، الشحنة اللي موجودة في المجال ده هتنجذب للجسم او تتنافر. مين بقى اللي هيعرفني تنجذب او تتنافر؟ اللي هو مين؟ خطوط القوة. بس خطوط القوة ديت ليها 3 خصائص. ايه هما ال3 خصائص؟ هنشوفه مع بعض. اول خصائص للخطوط الوهمية اللي هي خطوط القوى الكهربية ديت، ان الخط لابد ان يبدأ من الشحنة الموجبة وينتهي عند الشحنة السالبة. يعني بيبدأ بالموجب وينتهي بالسالب. ماشي يا نجم. ايه تاني يا صديقي؟ لازم الخطوط ديت لا تتعامد، يعني الخطوط دي ما بتتقطعش. ماشي يا مستر. الشحنة دي او الخطوط دي لو طلع من شحنة ووجد عند سطح عاكس او سطح معدني لا تنفذ بداخله، تتوقف، يعني ليس لها القدرة على النفاذ. 6 نماذج مهمين جدا لخطوط القوة. تعالى نشوف أمثلة خطوط القوة. نبدأ بقى يا نجم خطوط القوة بس لمين؟ لشحنة واحدة. الشحنة الوحيدة دي قد تكون ايه؟ يا مستر رفيق كده، يا موجبة يا سالبة. لو شحنة موجبة هتلاقي الخطوط بعد عنها او خارجة منها، فتلاقي خطوط القوة للخارج. اما لو شحنة سالبة بتكون خطوط القوة للداخل. تمام. امال بقى لو شحنتين بقى مع بعض، لو الشحنتين مع بعض نفس النوع هيتنافروا دون تقاطع. تمام. اما لو عكس بعض هيتجاذبوا. بص معايا كده، ادي شحنتين يا صديقي، شحنه موجبه وشحنه سالبه. تمام. يبقى اذا التمثيل بتاع خطوط القوى ايه؟ ما دي لها مجال ودي لها مجال. الخطوط كلها طالعه منين؟ من الموجب للسالب، من الموجب للسالب دون ان تتقاطع. خلي بالك، من الموجب للسالب، ومن خصائصها من الموجب للسالب دون ان تتقاطع. يبقى اذا خطوط القوى الكهربيه لشحنتين مختلفتين حصل تجاذب. بص كده اهو. طيب لو الشحنتين متشابهتين هيحصل بينهم تنافر، دي هتبقى للداخل ودي هتبقى للداخل بس بعيد عن بعض. خلاص. يبقى اذا خطوط القوى لشحنتين متشابهتين. تمام. طيب في ايه تاني بقى يا صديقي؟ في بقى مثالين كمان. ده جسم. يبقى اذا شفت الرسمه دي، خطوط القوى الكهربيه ما بين لوح مشحون، طبعا ده سالب، وشحنه كهربائيه، هيحصل بينهم تجاذب، والموجب هيروح عند السالب ولا يتقاطع ولا ينفذ بداخله. طب افرض هنا لوح موجب ولوح سالب، يبقى جسم مشحون بشحنه موجبه وجسم مشحون بشحنه سالبه. خطوط القوه هتمثل ان عندنا الكترونات كده هتطلع من الموجب للسالب. ادي خطوط القوه. يكون اتجاه خطوط القوه من اللوح الموجب الى اللوح السالب.